انتوا عارفين ان العلمين زمان ما كانش اسمها العلمين؟ المدينة دي كان اسمها ليوكاسبس، والعواميد اللي ورايا دي هي البقايا بتاعتها. المدينة دي أصلا ظهرت في العصر الروماني، وكان ساكن فيها حوالي 15,000 مواطن، وكانت ميناء بحري مهم جدا على البحر المتوسط، ومن خلالها كان بيتصدر الحبوب والغلال لقارة أوروبا. بس بيقال إن المدينة دي اتدمرت بعد ما تعرضت لموجة تسونامي قوية جدا سنة 365 ميلادية. وكمان أثناء إشراف المهندسين على أعمال البنية الأساسية في أبراج العلمين الجديدة اكتشفوا مقابر منحوتة في الصخر وبعض المقتنيات الأثرية اللي بيرجع تاريخها للقرنين الأول والثاني الميلادي. أما بقى في العصر الحديث مدينة العلمين أثرت بشكل كبير جدا على العالم، لأنها شهدت واحدة من أهم معارك الحرب العالمية الثانية سنة 1942، واللي كانت بين قوات المحور اللي هي إيطاليا وألمانيا وقوات التحالف بقيادة بريطانيا، واللي انتهت بفوز بريطانيا. وعلشان كده هتلاقي في العلمين 3 مقابر بتخلد الذكرى دي: مقابر الكومنولث اللي بتشرف عليها بريطانيا، والمقابر الألمانية، والمقابر الإيطالية، وكمان متحف الجنود العسكري. ونسيت أقول لك أهم حاجة، ليه العلمين اتسمت بالاسم ده؟ لأنها كانت موجودة بين جبلين، والجبل في اللغة هو العلم، علشان كده اتسمت علمين.